العالم هذا اللي رسموه، بالرغم انه الديزاين عيان، يعني مش جميل، دايرين يعني خلوطه في خلوطه. كان لازم يعتمدوا انسان عنده ذوق باش يخدم لهم على الاقل تيشيرت. لكن تقشف في المملكه، تقشف، لقجع للأسف. يصرف الملاليم. المهم، هذه قضية التيشيرت وقضية الخريطة، هذه قضية جديدة بالنسبة للجزائريين صراحة. لأنه حتى عبد المراركة الآن حب النظام المغربي يرمي، لأنه فشل في أخذ الصحراء بحقيقة. يعني يعمل عيا ما يعمل. من الذي فشل؟ من الذي فشل؟ النظام المغربي فشل. فشل. لأنك فشل في ماذا؟ فشل في ماذا؟ في أخذ الصحراء الغربية من أصحابها حقيقة. يعني ينتظر في، فاشلين. اصبري أكيد. اصبري اصبري. طيب، من الذي في الصحراء الآن؟ الصحراء عليها نزاع قائم من عشرات السنين، هذه مش البارح. من الذي يسيطر عليها اليوم ويسير شؤونها ويعيش فيها؟ من هم؟ في أراضي محررة من طرف البوليزاريو. هذا الشيء اللي انت ما حبش يعني تقر به، لكن هذه حقيقة. والجزء يعني الآخر، أراضي محررة. أراضي نعم، محررة فين؟ 30% من الأراضي محررة من طرف البوليزاريو، ونحاطين العتاد والسلاح تاعهم. مش طيب. حاطينه مثل ما يا تزعم انت، أحسابك. مثل ما فاهمينك في المغرب انه السلاح اللي دافع به البوليزاريو على الصحراء موجود في تندوف. هذا غير معقول، هذا كلام طيب. يعاقب عليه القانون طيب الدولي. لحظة، اسمعي أنا كده. المناطق المحررة هذه من يعيش فيها؟ المسلحين. طيب لماذا البقية في تندوف ما دام عندهم أراضي محررة؟ جزء ليش عايشين عندهم؟ جزء بسيط من الشعب الصحراوي متواجد في الجنوب الجزائري، وجزء قليل اندمج في المجتمع الجزائري، لأنه الجزائر دمجتهم في الدراسة وكذا. أنا درسوا معايا الصحراويين. هل نكذب أنا الواقع ونأمن أنايا المواقع؟ أنا نكذب صحراويين آبائهم إخوتهم شهداء، ومعلقين صور آبائهم في الثانويات الداخلية في الجزائر، ونصدق أنا الإعلام المخزني، لأنه راه في إطار أنه يزور الحقائق. المغرب راه يستعمل سياسة المواقع وهكذا، يجمع في الرأي العام. طيب يا نكيدة، اذكري لي اسم مدينة في الصحراء محررة وبيد البوليزاريو، مدينة واحدة. أنا كجزائرية نفضل أنك تطلع مثل ما كنت في البداية، طلع أصوات صحراوية هي اللي تتكلم في مكانها. السؤال مرة أخرى، اذكري لي اسم قرية أو مدينة محررة في الصحراء تسيطر عليها البوليزاريو بسرعة واحدة، مدينة واحدة. أنا كجزائرية أنا مش مطلعة على قضية الصحراء. لحظة. طيب لحظة. أنا سأعد لك: قلميم، طنطان، طرفاية. لحظة. أنا الآن قاعد أمشي لك بالتدريج. أنت تذكر لحظة. حتى أفهم، حتى هذه لحظة. طيب، تفضل. سدي والله أجيب لك البرنوسي. سدي الماء. أنا لاحظوا يا جماعة، عملت لها سؤال واحد. هم دائما يقولون منطقة محررة. تخيل هذا الأخت الآن لا تعلم أن الصحراء بيد المغاربة من 75، ولا يوجد شبر واحد بيد البوليزاريو. شبر. ولذلك هذا السؤال ما يستطيعوا يردوا عليه. والله يا أسعد الشرعي، يا أختي، أنت راك تعمل يعني في كلام فارغ، وراك تصغر في القضية الصحراوية. هذه قضية وحجمتها ورجعتها مسرحية، وليست قضية سياسية مصيرية بالنسبة حتى للمراركة. لو سمحتي تنضبطي بالميكروفون إذا سمحتي. إذا تريدي تبقي أنت والإخوة اللي معي، أهلا وسهلا. يعني أنا أعطيكم وقتكم كامل، ما أخذ منكم أبدا ولا ثانية واحدة، لكنني أتبادل معكم الأفكار. أنت لا تتشنجي، ما فيش داعي لهذا العنتريات والصياح. يمكن صدقتي أن أنت بنت شهيد، الرجال نفخ فيكي وأنت صدقتي. اسمعي أقول لك،
نعم يا أسعد، هي بنت شهداء يا أخي سد المايك، يا يا أخي لا تستفزنا، يلا يرضى عليك يا أخي سد المايك لو سمحت. ماشي، اتكلم مع بنت بلدي بأدب واحترام. هي أنا أحترم هاي مثل أختي، مالك دخل أنت، مالك. خلاص ماشي مشكلة، حسد المايك. سد المايك بنت بلدي، فكوا يا أخي. شوف العرض، أنا أعطيك درس في هذا الأمر. العرض واحد، إذا كنتم تغارون على الأعراض فالعرض واحد، ليس له جنسية. العرض عرض مسلمة، هذه مسلمة نحترمها بغض النظر عن جنسيتها، والمفترض أنكم تصونون أعراض الناس الذي تقذفونها ليل نهار فقط لأنهم ليسوا جزائريات. أما أنا فالجزائرية أختي، والمغربية أختي، والموريتانية أختي، والصحراوية أختي. مسلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أغار عليها كما أغار على أختي بغض النظر عن الجنسية. يعني أتمنى هذا تضعها حلقة في أذنك، ما تقول لي بنت بلادي وتروح تقذف لك أعراض بلدان ثانية، ما يصلح. هذا ليست من الرجولة ولا من الإسلام ولا من الدين في شيء. شوفي، أنا أنهي معك الآن، أنا سأتكلم وأنت تسمعي، أنا سأتكلم وأنت تسمعي، بعدين أنا سأسكت وأنت تتكلمين وأنا أسمع. صافي، اتفقنا. منطقة محررة 30%، يعني تخيلوا 30%، يعني قريب نص الصحراء. هم يقولون 30% من الصحراء محررة، يعني قريب نص، قدو شوية تكون 50%، 30%. الآن أنا أطالبها، رغم أني الآن فاتحة الواتساب وبيراسلوها وبيعطوها اسم قرى واسم مدن، ومع هذا أنا قابل التحدي. هي ولا الاثنين اللي عندي؟ والله العظيم ما عندي واتساب. لا اله الا الله، لا والله ما عندي واتساب. وين البرنوصي؟ اسمعيني لو سمحت، لا تكونش تفتحوا الميكروفون وانا اتكلم ارجوكم. اذا تريدوا تبقوا، خلونا نتناقش وفي عدد كبير والناس بيسمعوكم، وخلونا ناخذ ونعطي باحترام. لا تستطيعون ان تذكرون لنا اسم حاره او حومه او زنقه او شارع أو مدينة أو قرية في المناطق المحررة. لكن مغربي واحد، طفل 7 سنين، طلعوا لي طفل مغربي، هاتوا لي طفل مغربي عمره 7 سنوات، بيجي يقول لك من طنطان إلى قلميم إلى طرفاية إلى بوجدور إلى العيون إلى الداخل إلى القرقارات إلى داخل كل والمناطق هذه والقبائل كلها من 75 بيد المغرب، وانتم مصممين انه في 30%. انا ساعطيكم الميكروفون تتكلموا كما تشاءوا وناخذ ونعطي معكم، لكن يا اخواننا في الجزائر والله هذه نصيحة محب يعني لكم. هذه انتم المغرب اخذ الصحراء وانتم اخذتم 80,000 لاجئ، ما عندكم والو، خسرانين من 75. ارضكم حتى هي سيتم تقرير المصير فيها كما تقول هي، اندمجوا بالإنسان. هذا الكلام خطير الذي قالته مكيدة، هذا الأخت نكيدة كلام خطير، قالت الصحراويين اختلطوا بنا، معناته ما دام اختلط الأمر واختلط الدم سيأتي يوم ويقولوا لكم هذه أرضنا اللي هي تندف، هي أرضكم، تندف أرضكم، لا تصدقوا المغاربة، هي لكم، هي حقكم، هي جزائرية. يعني من يوم يتوارثون يتكاثرون، هذا البوليزاري يجي يقول لك من أنت يا جزائري؟ تندف حقي، أبي وجدي 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 ولدوا فيها، ثم يطالبون بتقرير المصير واعطوهم جمهورية. وجماعة الريف هذول اللي ناويين تعملوا لهم جمهورية، شوفوا لهم تندوف الشرقية ولا تندوف الغربية، ويجلسوا فقسوا لكم جمهوريات في المغرب، وتبقى